تعرف مين اعظم واشهر انفلونسر عرفته البشريه؟ يا ترى مين اللي جه في بالك؟ طب هسالك سؤال تاني، مين فينا ما يعرفش مين مو صلاح وقصه نجاحه وشهرته؟ انا بصراحه بعت له مسج على الانستجرام شخصيا وطلبت منه يكتب مذكراته علشان احنا واولادنا نتعلم منه قصه النجاح. لو انت زهقت من متابعه اللايف ستايل انفلونسرز وبقيت شايف ان اكترهم فيك وما بقيتش قادر تصدقهم، لو نفسك تقابل حد تتعلم منه دنيا مش بس حلال وحرام، وعاوز تفهم everything in between، لو محتاج منتور يدخل حياتك تثق فيه يعدلها لك ويظبطها لك، يبقى تعالى معانا في رحلة لمدة 15 حلقة هنحكي فيها عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الإنسان والنبي في مكة المكرمة. رحلة حياتية روحية هتكتشف فيها إن سيدنا النبي مش بعيد عنك ومش غريب عن حكايتك. كل اللي انت بتتمتع فيه دلوقتي من علم وتكنولوجيا، طب وفيزياء، كله من خير أمته اللي هو بناها على كتفه. حتى الطيارة اللي انت بتركبها علشان تروح بيها أمريكا اخترعوها بسبب رحلة الإسراء والمعراج، لأن الرحلة دي كانت سبب في إن الإنسان يقدر يتخيل إمكانية التحرك ما بين مكانين بسرعة جدا وهم بعيد جدا عن بعض. وبالمناسبة أمريكا دي كمان اللي اكتشفها في الأساس كانوا مسلمين. ومع نهاية الرحلة هتلاقي نفسك شايف الدنيا بشكل جديد وشايف الإسلام بشكل أوضح، وهتحب سيدنا النبي زي حبك لباباك ومامتك ويمكن أكتر. استنونا في رمضان في رحلة حياتية مع سيدنا النبي بعيون مختلفة.